بخير وعلى خير. مرحبا بكم في ماشين يوتيوب ماي كلام تيوبر. اليوم البنات كيف ما كنعرفوا من ضروريات للشعر هو شامبوان يكون كيوالم الشعر ديالنا. واليوم غندويو على شامبو اللي هو مشهور ضد التساقط ديال الشعر. بزاف ديال الناس هضروا عليه، بزاف ديال الناس جربوه، وشائع انه كيقولوا انه كيوقف التساقط. بقاو معايا في هاد لا فيديو باش نتعرفوا على هاد الشامبو هذا ومكونات ديالو، ولمن كيصلاح واش كيوقف تساقط الشعر فعلا او غير كنضيعوا فلوسنا، ومع تجربتي الخاصه اللي غنشاركها معكم. دونك البنات، ديركوس اللي معروف، ديركوس من لا مارك فيشي اللي معروفه جدا. هاد لونتي شوت ولا هاد لينيرجي بلس من المكونات ديالو كيف ما كتشوفوا امينيكسيل اللي هو معروف انه كيحبس لينا التساقط ديال الشعر، وكيقوي وكيثبت الشعره في الفروه ديال الراس، كيعطيه واحد الليونه وواحد المرونه. المكون معروف جدا. والمكون الثاني اللي هو نياسيناميد، كيف ما كتشوفوا نياسيناميد اللي معروف بالبي 3 اولا البي 3، مضاد للاكسده ومضاد للالتهابات اللي على الفروه ديال الراس. بالنسبه للناس اللي عندهم الفروه ديال الراس اللي هي حساسه، ما كيجيش معاهم اي شامبون. وكيحفز انتاج الكيراتين وكيحمي من العوامل الخارجيه، كيقلل من الالتهابات والحكه باش يكون واحد الشعر اللي هو قوي وصحي. المكون الثالث اللي هو البي 5. البي 5 اللي معروف انه البانثينول، البروفيتامين بي 5 اللي كيعتمد على الخصائص اللي كترطب وكتهدأ وكتجدد. دونك احد المكونات اللي هي صالحه للفروه ديال الراس والبصيله ديال الشعر، دونك اللي كتخلي واحد الشعر اللي هو صحي وحيوي وفيه واحد القوه. اللي غيسولني واش فيه السلفات، بيان سور فيه السلفات. كيحتوي على واحد النسبه قليله ديال السلفات. البي 5 والبي 3 اللي هما واحد الفيتامينات اللي كتنشط وكتقوي لينا الالياف ديال الشعر من الجذور حتى الاطراف، اللي كيخلي واحد النضاره وواحد اللمعان وكيقلل من تساقط الشعر. دونك كما شفتوا المكونات اللي هي امنه على الفروه ديال الراس وعلى الشعر. طريقه الاستعمال ديالها عاديه جدا. في لادوش ديالنا على الشعر اللي هو مبلل كنديروا واحد المساج للمده ديالو دقيقه، عاد كنغسلو عادي. دونك كما كتشوفوا هاد الفلاكون هذا راه فيه 200 ملي، فيه 200 ملي بيان سور غنلقاوه في لا فارماسي وفي لي باغا. انا خديته هذا تاع 200 ملي ب 160 درهم. دونك تقدروا تلقاوه غالي، يعني اكثر من هاد الثمن، وتقدروا تلقاوه اقل من هاد الثمن. دونك غير هو ننصحكم انكم تمشيو تاخذوه بشي فارماسي ولا بشي باغا اللي هي موثوقه. دونك البنات، وراه كاين حتى الفلاكون الكبير اللي فيه 400 ملي اللي كياخذ. انا صراحه قلت ناخذ هذا الصغير نجربه عاد ديك الساعات، الا عجبني ناخذ الكبير. هذاك الفلاكون الكبير كيدير 180 درهم، وعلى حساب يعني شحال من بنت تكومونطي ليا اولا كتصيفط ليا ميساج كتقول لي انا راه لقيته غالي اولا لقيته قل من هكا، واش شمتوني، واش هادي. دونك كل فارماسي وكل باغا والحساب ديالها كيفاش كدير ليه. ولا غتسولني واش كيوالم كاع الانواع نتاع الشعر، كيوالم هذا كاع الانواع ديال الشعر، وحتى اللي عندهم فروه ديال الراس اللي هي حساسه. بنات، هاد الفلاكون هذا راه بيان سور كياخذ لكم 3 موا بالنسبه لاستعمالاته، الاستعمال ديالها بوحدها. تندوزو تجربتي الخاصه معاه. دونك تجربتي اللي هي بغيت نحيد الشك ديال واش فعلا شامبوان يقدر يقلل تساقط الشعر او لا يحبس تساقط الشعر. حيت بزاف ديال الناس كيقول لك انا شريت شامبوان راه حبس ليا تساقط او لا قلل ليا تساقط. دونك داكشي
هاد الامور يعني كل انسان وكيفاش كيجي معاه. كاين اللي كيجي معاه، كاين اللي ما كيجيش معاه، كاين اللي كيعطيه واحد النتيجه اللي هي موين. دونك انا جربته بطبيعه الحال. خاصني نجرب. شفت بزاف ديال الناس جربوه كيقولوا انه موقف ليهم تساقط. وهو اقوى شامبو اللي غتلقاوه في الصيدليه واللي معروف ومشهور. دونك هذا هو اللي مشهور بزاف انه اونتي شوت. هو بحال واحد لو تريتمون كومبلي اللي غادي يحبس لك التساقط مع بطبيعه الحال واحد المكمل غذائي مع واحد الروتين اللي غديريه للشعر ديالك. انا خديته جربته 3 موا. راه هاد الفلاكون هادي راه خاويه 3 موا اللي جربته. اول حاجه اللي زوينه وعجباتني انه كيخلي لمعه في الشعر. وعلى فكره ان شعري دهني، وعارفين الشعر الدهني خاصو يتنقى مزيان داك الزيوتات ديالو دغيا كيتيدم. دونك كينقي مزيان الشعر. بالنسبه اللي عندها شعرها دهني راه كينقي مزيان. انه ما دارش ليا الحكه حيتاش هو خصيصا الكوير شوفولي سونسيبل الفروه ديال الراس اللي هي جد حساسه. وما دارش ليا الحكه فروه الراس لان عندي فروه ديال الراس اللي هي حساسه. كيخلي واحد الفوليوم في الشعر من مورا ما كينشف. لكن الحاجه المهمه اللي بغيتها انه ما وقفش ليا تساقط الشعر او لا قلل ليا تساقط الشعر. يعني هذا الامر هذا انا خديته خصيصا انه باش نعاون به باش يقلل ليا تساقط او لا يحبس ليا تساقط. ما كرهناش. للاسف ما وقفش ليا تساقط ديال الشعر. وهادشي ما كيعنيش انا ما جاش معايا ولا ما وقفش ليا تساقط او لا غير داك يقلل شويه من تساقط ديال الشعر انه انت راه ما غيجيش معاك. دونك ضروري من التجربه كتحيد الشك. النصيحه ديالي الناس اللي عندهم تساقط شعر اللي هو وراثي ياخذوش يعني هاد الشامبوان، ياخذوا شامبوان اللي غيوالمهم واللي يوالم الفروه ديال الراس ديالهم. انه اي شامبوان اللي غيكون ان تريتمون الانتي شوت ما غينفع بوالو. هادشي اللي كاين. وهادشي اللي كاين البنات. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. اللي جرباتو ووقف ليها تساقط ديال الشعر تخلي لي في كومونتير. ما عليا غير نقول لكم تهلاو فراسكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.